الساعة 3:30 الفجر وانت لسه قاعد بتعمل سكرول. دخلت تفتح التيك توك فيديو واحد، فجأة الساعة بقت 4 الفجر. قعدت تبص للسقف وتسأل نفسك انا كنت بعمل ايه؟ ال3 ساعات دول راحوا فين؟ لو فاكر ان المشكلة في ضعف ارادتك او انك فاشل، فخليني اقولك الحقيقة الصادمة. انت داخل خناقة غير عادلة. انت مش بتحارب مجرد تطبيق، انت بتحارب آلاف المهندسين وعلماء النفس في وادي السيليكون. وهقولك قصة وادي السيليكون دي في الاخر لو مش عارف. الناس ديت مش شغلتها الوحيدة انها تبسطك، لكن انها تضمن انك ما تسيبش الموبايل. الشباب دلوقتي بقى مدمنين تليفونات. متوسط الوقت اللي الشاب بيقعد على التليفون دلوقتي وصل ل7 ساعات يوميا. انت متخيل الرقم؟ وفي بيعدي. بقيت ماشي في الشارع كل بقى مدمن شاشات. اهو ده واحد منهم مش عارف يمشي اصلا. خلاص يا عم بقى، انت جاي تنصحنا ولا جاي تهزقنا؟ النهارده هنفك اللعبه ديت بالدراسات عشان تفهم وتقدر تسترد حياتك وترجع طبيعي. كلنا سمعنا عن الدوبامين، لكن في معلومه غلط عند الكل، هي ان الدوبامين مش هرمون السعاده، لا هو هرمون المطارده. في دراسه شهيره لعالم الاعصاب وولفرانك شولتز اكتشف ان الدوبامين بيطلع في دماغنا لما بنشوف اشاره لمكافاه جايه، مش لما بناخد المكافاه نفسها. يعني الدوبامين بيزداد عندك لما بتدور على الفيديو الحلو، مش لما بتتفرج عليه. وخد عندك المفاجاه دي، عالم النفس السلوكي بي اف سكينر عمل تجربه اسمها صندوق سكينر. حط الحمامه في القفص وكان في زرار بيطلع الاكل. لو الزرار بيطلع اكل كل مره، الحمامه بتزهق فما بتضغطش عليه الا لما تكون جعان. لكن لما الزرار بيطلع اكل مرات ومرات لا، مكافاه عشوائيه، الحمامه اتجننت وفضلت تدوس على الزرار لدرجه اللي هي نسيت تاكل وتنظف نفسها. ده بالظبط اللي بيحصل معاك في السكرول. انت مش مدمن المحتوى، لا انت مدمن الاحتمال. يا ترى الفيديو اللي جاي هيضحكني؟ يا ترى في حد عمل لايك؟ كام اشتراك جالي؟ بقى عندي كام متابع؟ التطبيقات بتستخدم نظام اسمه فايرابل ريورد سيستم. انت بتلعب قمار بعمرك وصحتك النفسيه وانت مش حاسس. ليه الموبايل بيسيطر عليك اكتر من والدك ووالدتك؟ العلم بيقول ان دماغك في السن ده لسه تحت الانشاء، في منطقه في مقدمه دماغك اسمها بريفرونتال كورتكس. المنطقه ديت هي الفرامل بتاعت الدماغ، هي المسؤوله عن اتخاذ القرارات والتحكم في النزوات والتخطيط للمستقبل. الصدمه ان المنطقه ديت مش بتكتمل غير عند سن 25 سنه. يعني شركات التكنولوجيا بتسلط اقوى خوارزميات الذكاء الاصطناعي في العالم على دماغ لسه ما عندوش الفرامل الكامله. شركات زي فيسبوك وجوجل استعانت بعلماء زي تريستان هاريس، وهو مهندس سابق لجوجل، اللي فضحهم وقال انهم بيصمموا الاشعارات باللون الاحمر لان مخك بيترجم اللون ده كخطر او انتباه فوري. انت مش ضعيف الشخصيه، انت بس بيولوجيا مستهدف. بتقول لي يا عم انا بذاكر والموبايل جنبي وبقلب فيه كل 10 دقايق وعادي بعرف اعمل حاجتين في نفس الوقت، يعني مفيش مشكله. خلينا اصدمك بدراسه في جامعه كاليفورنيا بقياده الباحثه جلوريا مارك اكتشفت ان مخ الانسان لما بيتشتت عن مهمه زي المذاكره، لما مثلا بيشوف اشعار، بيحتاج في المتوسط 23 دقيقه او 15 ثانيه عشان يرجع في نفس التركيز. يعني لو انت بتذاكر ساعه وشفت الموبايل مرتين بس، انت كده ضيعت الساعة في محاولة اعادة التركيز. ده اسمه attention residue او بقايا الانتباه. جزء من دماغك لسه بيفكر في الكومنت اللي انت شفته حتى لو انت فاتح كتاب الفيزياء قدامك بتذاكر. الخلاصة مش اننا نرمي الموبايل، لا، الحل اننا نخليه اداة ممل. هديك 3 حاجات بسيطة تعملها يساعدوك تقلل من مدة التليفون. اول حاجة قاعدة ال30 دقيقة. دراسات النوم بتقول ان الضوء الازرق بيوقف افراز الميلاتونين، وللمعلومة الميلاتونين ده هرمون النوم. ابدأ يومك ب30 دقيقة من غير شاشات. عيش في أفكارك أنت الأول قبل ما تستقبل أفكار العالم. رقم 2 الأبيض والأسود جراي سكيل. حول موبايلك لأبيض وأسود من الإعدادات، جربها لمدة يوم واحد، هتكتشف إن التطبيقات بقت كئيبة ومملة، وده لأنك سحبت منها عنصر الإبهار البصري اللي بيحفز الدوبامين. رقم 3 تطهير الإشعارات. اي تطبيق يبعت لك اشعار مش بفلوس زي لايك فلان نشر فيديو، اقفله فورا. خلي الموبايل هو اللي يستناك مش انت اللي تستناه. وفي بداية الفيديو قلت لك هعرفك يعني ايه وادي السيليكون. ده مكان في كاليفورنيا في امريكا فيه اكبر شركات التكنولوجيا، فيسبوك وجوجل. الغريب ان عباقرة المكان ده زي ستيفن جوبز وبيل جيتس كانوا بيمنعوا اولادهم من استخدام الهواتف اللي هم اخترعوها لفترات طويلة. ليه؟ لانهم عارفين السم اللي جواه. الموبايل اداة عظيمة لو انت السواق، ولكن لو هو اللي سايقك فانت مجرد منتج بيتباع للمعلنين. وبس كده يا صديقي، كده حلقتنا النهارده تكون خلصت. وما تنساش اللايك والاشتراك وكومنت حلو، وما تنساش كالعادة تطبق.